العالمي، يعني نصف نهائي كاس العالم، مش منتخب اي منتخب، هذا منتخب المغرب اللي ظهر وشرف الكره العربيه والافريقيه في العالم، وبعدين تلعب يعني وزيد تلعب مع المغرب، زيد تلعب مع المغرب، يعني الحمد لله ما كاش كاس العرب، نزيدوا نلعبوا مع المغرب ايضا في كاس العرب، كاس افريقيا، كاس العالم، فهمت. قوي بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب تنزانيا. كيفاش شي الاجواء ديال المباراه وكيفاش شي هذه النتيجه لصالح المنتخب الوطني المغربي؟ قبل كل شيء هانئا لفوز المنتخب المغربي اللي يعني ادى مباراه جيده. احنا يعني المشكل العائق اللي كان عندنا هو عائق السفر، يعني تلعب مباراه وبعد يعني يومين تلعب مباراه اخرى، كان صعب لنا من الاسترجاع لان ما عندناش فريق من نوعيه اللاعبين تاع المنتخب المغربي، ولكن هذه كره قدم. هنالك العديد من اللاعبين اللي اليوم ما كانوش حاضرين داخل الميدان، يعني بسبب الارهاق او الاصابات، لكن نتقبلوا هذه الهزيمه لان لعبنا ضد منتخب عالمي، منتخب له نوعيه لاعبين من طراز عالي. احنا ان شاء الله نصحوا الاخطاء تاعنا ونحاولوا باش نكونوا يعني وراء هذه المنتخبات القويه، وحظوظ كاس العالم كل واحد، كل منتخب له اهداف. احنا الاهداف تاعنا هي بناء منتخب للمستقبل، مش نفس الاهداف اللي مسطرتها يعني المنتخبات الكبيره. كيبان انه كذلك سيكون تنافس قوي في هذه المجموعه. تنزانيا اتصلت بها المغرب، تنهزم اليوم امام المنتخب المغربي، واعتقد انه يمكن تكون هناك قراءات كثيره في هذه المجموعه من اجل الوصول لكاس العالم. صحيح، يعني كرة قد تاخذ واقع داخل الميدان، ولكن عندما نتكلموا عن نوعيه اللاعبين، الانسان يكون واقعي، تلعب ضد منتخب عالمي، يعني نصف نهائي كاس العالم، مش منتخب اي منتخب، هذا منتخب المغرب اللي ظهر وشرف الكره العربيه والافريقيه في يعني في كاس العالم. يعني الانسان ما يبداش يقعد يدور باين لاعب الكبار باين الكبير باين، وحنا وراء باش نشتغلوا باش ان شاء الله في المستقبل يولوا يعني تحت هذه المنتخبات، وربما نكونوا معاهم في المستقبل ان شاء الله. اعتقد بالان يمكن نطويو الصفحه ديال تصفيه كاس العالم ونفكر في كاس افريقيا. تنزانيا في نفس المجموعه مع المنتخب المغربي، كي تشوف من الان كاس افريقيا وستكون مواجهه اخرى بين المنتخب. صحيح، ستكون مواجهه اخرى، مواجهه قويه ايضا، تكون تجربه جيده للاعبين، تجربه لي انا ايضا كمدرب، يعني عندما تحتك يعني باللاعبين مدرب ولاعبين يعني بمستوى تكتيكي عالي، حيكون فيه يعني تطور يعني عندنا حتى في المنتخب تاعنا، لكن ناخذ مباراه بعد مباراه، والانسان ياخذ عبره من هذه المباراه. ولكن هذا التوقيت لو كنا في اوروبا، يعني مسافات مش كبيره، يعني هنا في افريقيا يعني دير 12 ساعه باش تلحق من تنزانيا الى دار السلام، وبعدين تلعب يعني وزيد تلعب مع المغرب، زيد تلعب مع المغرب، يعني الحمد لله ما كاش كاس العرب، نزيدوا نلعبوا مع المغرب ايضا في كاس العرب، كاس افريقيا، كاس العالم، فهمت. شكرا لك مدرب عادل.